بليلة عيد الأخ أسطفين نعمة رح نتعرّف سوا على هالقديس اللي جسده ما زال متل ما هو حتى الآن. قديس أسطفين نعمة هو على درب القداسة. بعد شوي رح نتعرّف من خلال الفيديو على الأعاجيب اللي عم بيقوم فيها واللي قام فيها، وبعده جسده متل ما هو عم بيشع نور ورائحة زكية. تعرّفوا آخر معنا عليه مرة تم بهالفيديو. الكشف على جسمين الطوباوي الأخ أسطفين نعمي كان بشهر أيار 2010. تركيبة الجسد بعدها محفوظة، مفاصله بيتحركوا، أعضاؤه كل أعضاء جسمه موجودة، حتى عينيه في عين منهم مفتحة، بتشوف العين بعدها مكتملة مش مدقورة، علما انه العين هي من اوائل الاعضاء اللي بالجسم يلي بتهتري بعد الموت. بهيدا الفحص تبين لنا انه مش معمول عليه ولا اي عملية تحنيط، مش معمول عليه ولا اي عمل تجميلي، ما في اي ريحة كريهة، حتى ريحة كانت ريحة حلوة. يعني العلم حاليا ما في ترجم بولا اي طريقة كيف الجسم بقي محفوظ، علما انه ما في ولا اي اشارة انه لا في تحنيط ولا في مواد حافظة. والاكثر من هيك، وهذه انذكرت بالتقرير، انه اندفن قبل 70 سنة أو 72 73 سنة بطريقة مثل باقي الأموات اللي كانوا بالمقبرة، يعني بتابوت خشب وبالتراب، وكان بالشتي ينغم بالمي. وبالرغم من كل شيء بقي الجسد محفوظ بشكل عجائبي. أول مرة اكتشف إنه جسمانه للطوباوي بعده محفوظ بعتقد بشهر أدار سنة 51. كان متوفي أحد الآباء وراحوا وقت الرهبان تيدفنوه، واكتشفوا إنه في جسمين لأحد الآباء المدفونين بالمقبرة بعده كامل وبعده محفوظ. وقت اللي نقل إلى المدفن الحالي ما صار ولا أي عملية ترميم أو تجميل أو أي شيء، كل شيء انعمل إنه غيرنا له ثيابه ولبسناه اسكيم جديد. هي الشغلة الوحيدة اللي انعملت. في يقول إنه كانت لحظات كتير مهمة ومؤثرة بحياتي، لأنه قدرت اتواصل، وهون الموضوع شوي بنفوت بالبسيكولوجية أكثر، اتواصل باللمس مع شخص من ميلي طوباوي، او كان رح يصير طوباوي، بس من شخص ميت من اكثر من 70 سنه. بعتقد كان له شي 72 او 73 سنه متوفي وبعده موجود. جلدته بتحس حالك عم بتدس جلدة انسان حي بعده طيب. مفاصله، مفاصل ايديه وكواعه وكتافه بيتحركوا كأنه شخص نايم، مش كأنه شخص متوفي. الشغلة الوحيدة اللي ناقصة كانت هي الشعر براسه مش موجود كان. حاليا فينا نقول ما في أي تفسير بالطب كيف هالجسد بقي محفوظ وبالطريقة اللي بقي محفوظ فيها.